السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كنرحب بكم من جديد على قناتي عالم ليلى. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا مع بعض عصير غادي ينفعكم ان شاء الله في شهر رمضان. كما كتعرفوا رمضان ما بقى ليه والو يدخل، الله يدخلوا علينا بالصحة والسلامة والهنا وطول العمر وبالرزق ان شاء الله. بالنسبة لمقادير العصير ديالنا غادي نحتاجوا عندي هنا تقريبا نص كيلو ديال الفريز، غسلته مزيان وحيدت ليه داك الطريبيشه ديالو وقطعته هكا طريفات كما كتشوفوا معايا. جوج بنانات متوسطين مقطعين طريفات، اطرو ديال الحليب، يوغورت بالنكهه ديال الفريز والسكر على حسب الذوق. غنبداو ان شاء الله في تحضير الوصفه ديالنا. بسم الله، غادي نبداو على بركه الله في تحضير العصير. اول حاجه غادي نحطوا الحليب في المولينيكس. بسم الله. بالنسبه للكميه نتوما كديروا اللي بغيتو، ديروا نص اطرو، الكميه كتبقى على حسب الذوق. غادي نحط الفريز، غادي نحطوا البنان، اليوغورت بالنكهه ديال الفريز ولا الفاني اللي بغيتو. بالنسبه للسكر سنيده تيبقى على حسب الذوق، كاين اللي كيبغي يخليه طبيعي، كاين اللي كيبغي يدير السكر. انا غندير 3 المعالق كبار. غادي نطحنوا العصير ديالنا ونبقاو ان شاء الله نشوفوا كيفاش كيجي. متتبعين ديالي، العصير ديالنا هو موجود، كبيته في الكيسان وزينته بالطريفات ديال الفريز. غنوريكم القوام ديالو كيفاش كيجي. بسم الله، كيجي خاتر ولذيذ بزاف. كنتمنى يعجبكم العصير ديال اليوم، وإلا عجبكم لا فيديو ديال اليوم ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الزر الاحمر للاشتراك باش يوصلكم كل جديد. بالصحه والراحه والى اللقاء.